حلقة جديدة وأسطورة جديدة من أساطير ياسين. أيام قليلة تفصلنا عن مونديال قطر 2022، البطولة التي تجمع النجوم الساحرة المستديرة حول العالم. وأيضا هناك نجوم سوف يكون مونديال قطر هو الأخير لهم خلال مسيرتهم مع منتخباتهم الوطنية. لدينا اليوم 10 نجوم سيكون مونديال قطر هو الأخير لهم، وعن أهم هؤلاء النجوم اضغط لايك وفعل الجرس واشترك بالقناة. يلا بينا. اللاعب الأول هو البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عام، وهي الفرصة الأخيرة للدون للفوز مع المنتخب البرتغالي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، نظرا لتقدمه في العمر الذي يجعل من الصعب مشاركته في المونديال القادم. اللاعب الثاني هو الأرجنتيني ليو ميسي صاحب 34 عام، وهي أيضا الفرصة الأخيرة للبرغوث الأرجنتيني للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتعويض خسارة نهائي نسخة 2014 أمام المنتخب الألماني. وسيكون مونديال قطر هو الأخير لميسي مع منتخب الأرجنتين نظرا لتقدمه في العمر. اللاعب الثالث هو الكرواتي لوكا مودريتش صاحب 36 عام، الذي يأمل بالفوز باللقب مع منتخب كرواتيا، خاصة بعد وصوله للمباراة النهائية النسخة السابقة قبل الخسارة من المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية. اللاعب الرابع هو البرازيلي داني ألفيش صاحب 39 عام، ويطمح ألفيش الفوز مع البرازيل بالبطولة لتكون أفضل ختام لمسيرته مع كرة القدم، خاصة وانضمامه لقائمة البرازيل للمشاركة في المونديال كانت مفاجأة للجميع نظرا لتقدمه في العمر وانخفاض مستواه بشكل كبير. اللاعب الخامس هو كريم بنزيما صاحب 34 عام، الذي عاد لقيادة المنتخب الفرنسي بعد الغياب عن المونديال الأخير. يدخل بنزيما البطولة ومنتخب بلده هو حامل اللقب، ويطمح بنزيما الفوز مع الضيوف بالبطولة نظرا لصعوبة مشاركته في المونديال القادم. اللاعب السادس هو الحارس الألماني مانويل نوير صاحب 36 عام، ويطمح نوير الفوز مع المنتخب الألماني بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز مع المنتخب الألماني بالبطولة عام 2014. اللاعب السابع هو البرازيلي تييجو سيلفا صاحب 37 عام، ويأمل سيلفا الفوز مع المنتخب البرازيلي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه نظرا لتقدمه في العمر وعدم مشاركته في المونديال القادم. ويذكر أن سيلفا فاز بالمركز الرابع مع منتخب البرازيل في مونديال عام 2014. اللاعب الثامن هو الأرجنتيني دي ماريا صاحب 34 عام، الذي أعلن عن انتهاء مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني عقب مونديال قطر. ويأمل دي ماريا الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه مع المنتخب الأرجنتيني بعدما وصل دي ماريا مع المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية في مونديال عام 2014 وخسر أمام المنتخب الألماني. اللاعب التاسع هو البولندي ليفاندوسكي صاحب 33 عام، ويأمل ليفاندوسكي في ترك ذكرى جيدة له بالمونديال وتقديم أداء جيد مع المنتخب البولندي، خاصة بعد تقدمه في العمر وعدم مشاركته في المونديال القادم. اللاعب العاشر والأخير هو الأوروجواني لويس سواريز صاحب 35 عام، الذي يشارك في المونديال وهو لا يلعب لأي نادي بعد انتهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي. ويأمل سواريز في ترك بصمة له في المونديال، خاصة بعد توقع الجميع اعتزال كرة القدم بعد انتهاء البطولة، وهي الفرصة الأخيرة لسواريز مع الساحرة المستديرة. انتهت حلقة اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة عن النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشترك بالقناة. السلام عليكم.